احفظها، اكتبها، برمجها في عقلك. الأولى: آراء الآخرين بك هي وجهة نظر، وجهة نظرهم عنك، لا تجعلها الواقع. قول أحدهم لك إنك إنسان فاشل مجرد رأي، لن يصبح حقيقة إلا إذا آمنت في قرارة نفسك أنك فاشل. لا تسمح لأحد أن يقطع جناحيك. النصيحة الثانية: لا يمكن أن نغير الماضي، متى ما مضى اليوم سجل لا يغير، لكننا نستطيع أن نتعلم من الماضي. يا سادة، إذا أردنا أن نحيا في ذكريات الماضي سوف نفسد المستقبل. صفحة الماضي اطويها، لكن لا تنسى الدرس، تعلم. ثالثا: أحكام الآخرين على الأشياء تكشف حقيقة الآخرين، لا تكشف الأشياء. رابعا: السعادة مرض معدن، كالكآبة مرض معدن. اسمع هذه النصيحة، اجعل كل من حولك إيجابي، ابتعد عن السلبيين. خامسا: السعادة قرار داخلي وليست إمكانيات. في الغالب الأشياء التي تسعدنا أقسم أنها لا تشترى. تسعدنا الأشياء البسيطة، دائما الأشياء البسيطة هي التي تسعدنا، وهذا من عدل الله أن السعادة لا تشترى. سادسا: نحن يا سادة لا نفشل عندما نتعثر. كل إنسان فينا تعثر وسقط، لا يوجد طريق معبد للنجاح. لهذا نحن حينما نتعثر لا نفشل، إنما نفشل إذا اتخذنا قرار أن نتوقف. كل عثرة في حياتك هي درس لحياتك. سابعا: إذا أردت أن تغير حياتك بداية غير أفكارك. ثامنا: كل شيء في الدنيا يدور، الدنيا دولاب والزمن دوار، وكما تدين تدان. كل معروف يا سيدي تقوم أنت بصناعته هو يد مساعدة لك للزمان تخبئها للغد. والله عز وجل أرحم من أن يذيقك وجعا أنت كنت تخففه عن الناس. تاسعا يا سيدي: القلق كالكرسي الهزاز، يحركك يمينا وشمال، أعلى أسفل، لكنه لا ينقلك لا للأمام ولا للخلف. عاشرا: اجعل بينك وبين الناس مسافة. هذه المسافة مسافة أمان. قلوب لو صدمت بقلب آخر لن تجد من يصلح هذا القلب. حافظ على مسافة بينك وبين المحبين، بينك وبين العاشقين. لا تبالغ بحبك لأحد، فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات. فمسافة الأمان تمنحك أمان لنفسك ولقلبك، ولا تراهن على حب أحد، فالقلوب متقلبة تتقلب بحسب هواها. فلا تكن أنت عبدا للحب وغيرك قد حرر نفسه من الحب. حافظ على مسافة الأمان.